مساء الخير وأهلا بكم من جديد في مشكاة التنوير، ودي الحلقة 18 من تأملاتنا الفكرية في كتاب أستاذنا المفكر الكبير علي شرف الحمادي، المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب الإلهي. الحلقة اللي فاتت في الحلقة 17 فتحنا باب واسع على سؤال كبير: هل نعيش دين القرآن أم دين الروايات؟ الأصداء كانت قوية، عشرات التعليقات، نقاشات، اختلافات، أسئلة، وده شيء يسعدنا لأن النور ما بينتشرش إلا في بيئة فيها حراك وفكر ونقاش وحوار وتساؤل. لكن وسط هذا الزخم ظهر تعليق شديد اللهجة، تعليق كشف بدون ما يقصد صاحبه الأزمة اللي بنناقشها. صاحب التعليق أقسم بالله إن إحنا بنكذب، واستشهد بالآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال إننا عايزين قرآن على هوانا بسبب إن إحنا بنقول إن التشريع لله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وقدوة في تطبيق تشريع وشرعة الله ومنهجه وسنته، وملوش تشريع موازي اسمه السنة النبوية. ردت على التعليق ده إحدى الأخوات صاحبة قناة السهام الصائبة، وهي حقا صائبة، رد رائع وعميق. الحقيقة أنا شايف إن الجدل ده نفسه محتاج حلقة كاملة، وعشان نفك ونفض الاشتباك بنسأل: ما هو موقع الرسول الحقيقي من الرسالة؟ وإيه حدود دور النبي وفق القرآن؟ وليه بيلتبس الأمر ده على كثيرين؟ تعالوا نبدأ من النقطة اللي فجرت الجدل. صاحب التعليق زي ملايين غيره متصور إن الرسول مشرع، وإن له سنة وأحكام وتفاصيل موازية للقرآن، وإن أي كلام عن إن القرآن مصدر وحيد للتشريع معناه في نظره رفض الرسول. هنا يا أعزائي بيت القصيد، وهنا المعركة الفكرية الحقيقية، لأن القرآن نفسه مش إحنا هو اللي قال للنبي عليه السلام: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. قل إنما أتبع ما يوحى إلي، مش ما أراه ولا ما أشرعه ولا أحكم به خارج الوحي. القرآن يا أعزائي قالها بصيغة تقطع كل شك: ما على الرسول إلا البلاغ. البلاغ يعني إيه؟ يعني التوصيل، ليس التشريع من عند النفس. رسالة ورسول مؤتمن على توصيلها، فأداء الأمانة والقيام بالمهمة هو توصيلها وتبليغها كما هي بدون زيادة أو نقص. فما بالك برسالة بهذه الضخامة من القداسة وتحديد المصائر على المستوى الكوني والوجودي، مرسلة للبشر من خالقهم زي ما قال أستاذنا شرفاء. تعالوا معايا نرد على الأخ صاحب التعليق، وكمان التعليقات التانية المشابهة له في نفس السياق بالقرآن مش بالعاطفة. قبل ما نناقش أي شبهة خلونا نذكر كل اللي شاركوا في التعليقات، المتفقين والمختلفين، لأن الاختلاف مش سيء ولا تهديد طالما ظل في نطاق النقاش والجدل والحوار. الاختلاف بمثابة حياة. المهم ما يكونش أخونا من السلفيين أو المتأخرين إياهم اللي نالنا منهم أذى وضرر كبير جدا لأكتر من ربع قرن، أكتر من 25 سنة متصلة، ورغم كل اللي عملوه من إجرام وكل المؤامرات والشرور ربنا حمانا منهم وكان معانا. المعلق اللي اتهمنا بالكذب واستشهد بآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السؤال: يحكموك إمتى؟ في حياة النبي، بوجوده، بشهادته، بتنزيل الوحي عليه
يعني بيحكم بينهم بالمرجعية اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى وجل شأنه. ازاي بقى يا فالح هيتحقق ده بعد 200 سنة؟ ازاي هيتحقق بسنة وبتشريع وبمنهج موازي متناقض مع بعضه البعض ومناقض لآيات القرآن وتشريعاته في مختلف المسائل والقضايا، السلم والحرب والقيم، القضايا التشريعية الحلال والحرام، والقضايا الاجتماعية والأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وغيره؟ ازاي؟ كمان ازاي هيتحقق بالنقل الشفوي أو الشفهي؟ كيف يتحقق بما لم يثبت ولا يمكن التحقق من صحته في على مدى قرون؟ ثم يا عزيزي وأخي الكريم، هل تحكيم النبي هو تحكيم الوحي أم تحكيم روايات الرجال؟ الاستشهاد ده أشهر سلاح عند اللي بيقدسوا الرواية، لكن الآية نزلت في حياة النبي مش بعد وفاته. تحكيم كان بحضور النبي مش بحضور رجال الروايات، وربنا ما قالش يحكموك بعد 200 سنة عن طريق الكتب والتفاسير والروايات والمرويات وكتب الحديث. القرآن نفسه أكد أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي فقط، لا إنشاء تشريع مستقل. عجيب إن صاحب التعليق وغيره تجاهل عشرات الآيات اللي بتتحدث عن التحذير من التفريق والشيع والاتباع المذهبي. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أين هو من هذه الآية؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فين هو وأمثاله أشباه من التحذير ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اللي فرقتنا واللي خدتنا بعيد عن النور وعن الأصل هي المذاهب اللي ورثناها، والتراث المليان أساطير ومرويات مدسوسة ومؤلفة وإسرائيليات. قل أغير الله أتخذ وليا وصولا لي، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إلى قول الله عز وجل من سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أنا مش عارف، ألا يقرأ هؤلاء القرآن؟ ألا يتدبرونه؟ الآيات دي بمفردها فيها أكتر من 5 أحاديث نبوية، للي بيتابعونا عارفين كويس أنا بتكلم عن إيه. أحاديث نبوية صحيحة قطعا وحقا وصدقا، لأن الله قال للنبي قل، والنبي نفذ الأمر وقال. والأهم شوفوا بيأمروا بإيه وبيأكد عليه مرة بعد التانية على إيه. بيقول له أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وشوف إنني بريء مما تشركون. كيف يتجاهلون هذا ويتمسكون بروايات بلا سند من قرآن؟ بنصل للآيات اللي بتنسف وبتهدم دعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم له تشريع موازي من عند نفسه تحت عنوان السنة النبوية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل هنا بنسبة حديث نبوي داخل الآية الكريمة. قل ما يكون لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول خايف من الوعيد الشديد اللي توعد به ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرتكب
الجرم ده جريمة افتراء، الكذب والتبديل والتحريف والزيادة في المنهج والتشريع. الرسول بيعلن وبيقرر: إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال ربنا: قل. هنا برضو حديث نبوي صحيح في قلب الآية: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال، وشوف هنا الوعيد الإلهي الشديد: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. المغزى هنا يا أخي الكريم، الآية الأولى بتقول بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منعا باتا أنه يبدل شيئا من القرآن، لا من تلقاء نفسه ولا بإضافة ولا بنقص ولا بحكم جديد. الآية الثانية بتقول بوضوح الرسول مش مصدر تشريع، بل القرآن وحده الذي أوحي إليه. الآية الثالثة بتصفع كل من يرفع رواية فوق آيات القرآن، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أسأل وليجيبني الأخ اللي بيقول كذبت ورب الكعبة وأشباهه: هل هناك وصف أدق لمن يقدم كلام الرجال على الوحي الإلهي من هذا الوصف؟ تعالوا نشوف تطبيقها على واقعنا. السلف المتشدد النهاردة لما بيقول إن للرسول صلى الله عليه وسلم سنة تشريعية خارج القرآن بيطعن رأسا في مضمون هذه الآيات القرآنية اللي أنزلها الله عز وجل منهاجا ودستورا للبشر. ليه؟ الإجابة: لأنه بيطلب قرآنا غير هذا أو بدله، لأن الروايات اللي بيدافع عنها بتخالف القرآن وبتناقض نصوصه وبتخلق دين آخر موازي. هو بيطلب تبديل لأنه عاوز للرسول اللي لا يملكه الرسول لنفسه أن يفعله أو يطلبه، لكن اتعمل بعد وفاته ب200 سنة. ولو كان الرسول مشرع من عند نفسه فما معنى الوعيد والتهديد الخطير: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أحد منكم عنه حاجزين. الحق يا أعزائي، تعالوا نعمم الردود ونرد كمان بالمرة على شبهات وردت في تعليقات تانية ضمن التعليقات اللي جت على الحلقة اللي فاتت. الشبهة الأولى بتقول: أنتم منكرون السنة، أنتم ترفضون السنة. لا طبعا، ده كذب وافتراء. احنا بنعرف ايه هي السنة الحقيقية، وفرقنا بين السنة اللي هي المنهج والشرعة والمنهاج وبين القدوة والأسوة، وبنرفض الروايات البشرية المكذوبة والمنسوبة للرسول والصحابة كذبا وبهتانا وافتراء، وتم صناعتها وتأليفها خصيصا للطعن في رسالة الإسلام والرسول وتشويهها وصرف الناس عن القرآن. احنا بنميز بين سنة الله ومنهجه وقوانينه وتشريعاته في الخلق وسنة الرسول واللي هي بتعني القدوة في تطبيق القرآن، وده لا يمت بالصلة بتاتا بالروايات البشرية اللي تم تدوينها في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرنين ونسبت زورا للنبي. الشبهة الثانية الادعاء والزعم بأن النبي عليه السلام مشرع، بنرد عليها بالقرآن: ما على الرسول إلا البلاغ. هل هناك أبلغ من هذا الرد القرآني؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هل فيه أوضح من كده؟ شبهة ثالثة: ما آتاكم الرسول فخذوه. الآية دي في سياق الفيء بقراءة ما سبقها من
الآيات مش في التشريع والمعنى وفق سياق الآيات، لا وفق القراءة المجتزأة ما وزعه الرسول صلى الله عليه وسلم من مال الدولة فخذوه، مش ما روي عنه بعد وفاته ب200 سنة فخذوه، أو أن المقصود بما آتانا هو القرآن وتشريعاته وحكم ومقاصد آياته اللي ادى الرسول صلى الله عليه وسلم أمانة تبليغه، مش الروايات اللي دونت بعده بقرون. مش زي ما فسروا هذه الآية لاحقا السلفيين والفقهاء والمفسرين إلى آخره بأنها تفويض مطلق للتشريع خارج القرآن، فده نهى الله عز وجل عنه في القرآن ذاته. والتصور النقي ده بينفي أي تناقض بين الآيات، حاشا لله. شبهة تانية، وما ينطق عن الهوى، بترد عليها الآية اللي بعدها إن هو إلا وحي يوحى، مش من عند نفسه، ده وحي. آية لتبين للناس، ده بيان القرآن بالقرآن، حكمه ومقاصده، أو تجسيد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. وربنا ما قالش إن فيه وحي آخر اسمه السنة النبوية عشان تبين به، لا، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كمان قوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، معناه اللي بلغه من أوامر وتشريعات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كونه بينطق بأوامر الله بتبليغها. فالمرجعية العليا والتشريع الملزم هو القرآن وحده، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا ما بلغه وهو القرآن الكريم، مش المرويات اللي دونت بعد موته بقرنين. عشان كده قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن احنا بنعيد الاعتبار للقرآن ولقداسته ومكانته، وده مش إنكار للسنة ولا انتقاص من قدر النبي، حاشاه، بل العكس، ده أعظم دفاع عن مقامه الحقيقي كما أثبته الله في القرآن. احنا بس بنرفض أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو يحمل ما لم يؤمر به، أو يجعل مشرعا مع الله. لو حسيت إن الحلقة دي فتحت لك نافذة جديدة أو أثارت سؤال، لو قربتك خطوة من نور الوحي، شاركها، اضغط اعجاب، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن النور يا أعزائي لا ينتشر إلا لما نحمله معا. إلى اللقاء، أشوفكم على خير.